السلام عليكم البنات، السلام عليكم صديقاتي العزيزات، مشاهداتي الكريمات. نرحب بكل جاني زائر جديد وزائرة جديدة. نقول لكم شكرا 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 من القلب. يعطيكم صحة وبارك الله فيكم، إن شاء الله ربي يجعلها في ميزان حسناتكم كما فرحتوني بالاشتراك تاعكم. ربي إن شاء الله يفرحكم بالشيء اللي تمناوه. نرحب بكم في قناتكم سارة باهو. هذه قناة طبخ ندير فيها الوصفات اللي نحبها، اللي تعجبني، واللي زعما اللي نطبخها كي نكون زعما في المواغ ديالي نحب نشاركها معاكم، نتقاسمها معاكم. دونك هذه القناة نتمنى ان شاء الله تكون جسر تواصل بيني وبينكم، وان شاء الله تكون كما نقولوا لمة طيبة، وتكون عائلة ان شاء الله تكبر مع الوقت، وان شاء الله تشوفوها قناة كبيرة ان شاء الله يا ربي. وان شاء الله تكون صدقة جارية على امي الله يرحمها ويسعى لها، وتكون صدقة جارية عليا. اليوم جيتكم وصفة السبب اللي خلاني نديرها هو غلاء البصل. حبيت نتحدى نفسي ونطيب بلا بصل. شكون اللي كيما انا راسها يابس كي تغلى الحاجه تقاطعها، يعني انا حاجه كي تغلى ما نشريهاش. لو كان نعرف فيها شفاء، لو كان نعرف فيها شغل فيها حياتي، زعما نكون نلقف ما نشريهاش هذيك الحاجه. يعني ماشي شرط نشرو البصل، اغلى البصل ما نشروش نطيبو بلا بصل. يعني دوك هاد الشربانه وجدتها كليناها عجبتنا بنينه بنينه بزاف بزاف واقتصاديه، غير برقابي تاع 10,000 وكاس مرمز وحبه طوماطيش. درت هاد الطبق رائع تقليدي وصحي تاني. دونك ماشي شرط نديرو البصل، اغلى البصل خلوه. جبت لكم هاد الوصفه اقتصاديه. هاد الوصفه علاش درتها؟ حبيت نوصل ميساج باللي ماشي شرط يكون البصل مدور باش تقدروا ديروا شربه ولا حساء ولا. سي فري كو البصل نستعملوه في كاع تقريبا الاكلات ديالنا، الاطباق ديالنا سورتو التقليديه، ولكن لازم نتحداو هذا الشيء، نخرجوا على المألوف. انا جيت بهذا الفيديو باش نبين بلي نقدروا نديروا شوربه تاع رمضان وتكون بنينه، صح بلا بصل بصح بنينه وما خصها حتى حاجه. دونك هنايا واش درت؟ رحت قليت حبه طوماطيش كبيره، قليتها مليح مع زوج مغارف. انا درت زوج مغارف، درت مغرف طوماطيش ومن بعد زدت لا دوزيام، ودرت العكري نسيت ما صورتوش. قليتهم مليح مليح، مني بصلني والو، حتى هذاك البصل الخضر عندي بصح ما حبيتش نديرو، حبيت نديرها غير بالطوماطيش. قليتها مليح حتى اختارت، وحتى هذيك الطوماطيش تقلات وتفقد لاسيديتي ديالها. حما ضحكي فيا، يضحك فيا بنتي ما خلاتنيش نعبر على الشعور. الوغ مرقت بالماء سخون، درت هذاك الدجاج، ودرت فلفل كحل والملح. نخليها تعقد على نار هادئه طبعا، لانه الطنجره تاع الفخار لازم تطيب على نار هادئه باش ما تترتقش. هنا بين لكم يعني لافلام كيفاش تكون يعني ضعيفه، فريمون ضعيفه. وهنا هذا هو اللي جيتكم به اليوم، شيشة المرمز. هذا المرمز ما حبيتش ندير فريك، حبيت نديرها شويه صحيه. وهي هذا المذاق راح يجي شويه غريب على اولادكم، ماشي متعودينه ممكن، ولكن نتوما كنلخوا لهم، قول لهم باللي هذه صحيه ومليحه للصحه ايتو، ف يولفوا على نكهات جديده. هنا درت المرمز بعد ما شليته طبعا، ودرت هنايا الحميصه هذه تاع لي بواط، ما كانش عندي، كانت خلاصت لي وجدتها قبل رمضان. هذه شيت تاع لي بواط يعني طيبه، نديروها في الاخر. شلتها مليح، شلتها بليزيور فوا ورميتها. شوفوا هي بدات كيما نقولوا تتجمر. نزيد نغطي عليها بصح وشنو نعسوها، على خاطش المرمز تتنفخ بالخف. الحبه تاع المرمز تنفخ اكثر من الفريك وتاني تلصق لنا. رميت هنا قرن حار، حبه حار، وهنايا نص ربطه حشيش. نقعدو نخلطو كيما راهي تبان، راهي تكتك وبدات تختار. نعسوها نخلطوها يعني نداومو في التحرك، يعني نقلبوها باستمرار
باش ما تلصقناش في قاع الطنجرة، لانه هذا النوع من الفخاريات يلصقوا. فاحنا واش نديرو؟ راهي جديدة يعني مازال ما تروداتش، نقعدو يعني نعسها ونحركها باستمرار، نخليها تكتك هكذا، وساعة ساعة نقلبها، ومن بعد نطفي عليها. اي فوالا، هذه هي شوربة المرمز تاع نهار اليوم. بدلت، حبيت ندير حاجة جديدة اقتصادية. كيلو رقابي يعني 10,000، وكاس مرمز. نتوما ما ديروش، ديروا نص كاس، رايحه تشدلكم نهار. اذا تحبوا شوربه تاع يومين ديروا كاس كومبلي. بصح دوزيام جور نصيحه، زيدوا مرقوها على خاطر حتنشف. في الاخير نقول لكم شكرا على المشاهده، تهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صحه فطوركم.